برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مسا مسا وقوف، ولا صباح الصباح، واللي جاي احلى من اللي راح. ياه لكل اللي بيسمعونا الصبح او اللي بيسمعونا بالليل، كل واحد فيكم اهو ليه التحيه المخصوصه بتاعته. احلى تحيه صباح ومسا. انت بتقولي ايه مش عارفه، قلت ادخل دخله جديده كده النهارده، فكل ما اجي اظبطها من ناحيه الاقيها تفرول من الناحيه التانيه، مش عارفه ليه. هي كيكه. وبمناسبه الكيكه صحيح، هو انت معاكي كيكه؟ لا ليه، أنا لسه هروح الكافيه اطلب، العيال مستنيني هناك. يا خساره. ثم ازاي تقاطعني كده؟ ده انا لسه حتى ما لحقتش اقول لهم معاكم فاطمه بدران واهلا بيكم في حلقه جديده من اعمل الغلط، وسامحوني الحلقتين اللي فاتت كان صوتي عيان. هي هبت معاك خلاص. هم عارفين. بقول لك ايه، معاكي 200 جنيه فكه؟ 150 معايا. لا، عايز 200 جنيه، مش عايز افك اللي معايا. قصدي يعني عايز احاسب التاكس بس واحافظ على اللي معايا يعني. هاتي 200 جنيه. لا فك يا احمد وحاسبه عادي، ما تخافش، وبلاش الحركات دي. هتحصلنا وتجيلنا على الكافيه ولا ايه؟ كافيه؟ لا، دي كوبايه الشاي بقت ب15 جنيه، ده غير التبس بتاع الراجل. انت بتقولي ايه؟ كافيه؟ روحي يا بتاعت الكافيه روحي. 15 جنيه؟ ده انت قديم قوي. لا والتبس بتاعك ما تقوليش، كوينز وحاجه عظمه على الاخر. يلا هروح لهم انا عشان انت اخرتني قوي بصراحه، والناس بره عايزين الاستوديو، فشكلي كده بقى مش هينفع اسجل. اما ابقى ارجع بقى ان شاء الله كده ابقى اكمل تسجيل. يلا سلام. طب ال 200 جنيه امشي ال 200 جنيه. يا ساتر، عالم غريبه. كلنا بنشارك بعض في المواصلات، سواء كبير أو صغير، غني أو فقير. راكب عربيتك أو ماشي على رجلك، برضه هتلاقينا في نفس الشارع بنفس الزحمة ووقفة الإشارة. عشان الشارع من أكتر الحاجات اللي بتعلمنا، هنحكي لك مواقفه ونسمعك حكاويه. كل ده مع غادة حسن في محطتين ونازل على برونتو اف ام. محطتين ونازل مع غادة حسن، كل يوم سبت الساعة 8 مساء على برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. انتوا لسه بتسمعوا فاطمة بدران في اعمل الغلط على برونتو اف ام. يا ريا ازيك، عامله ايه؟ امال فين الناس؟ ده انا قلت اتاخرت عليكم يا بنتي. حبيبتي يتيمة، أنا تمام الحمد لله. أهو أنا سجي أهو. ازيكم عاملين ايه؟ إيه اللي أنت شايله ده؟ أنت جايب أكل معاك في الكافيه ليه يا ابني؟ ما إحنا هنطلب. اكلي ايه؟ لا دي هديه لقمر خطيبتي. هديه في شنطه اكل ورق؟ هي قمر جايه من الفضا وما تعرفش ان اللوجو اللي على الشنطه ده لوجو مطعم؟ لا ده ونس هو اللي جاي من الفضا عشان يتحفنا بمفاجآته. على فكره احمد قال انه مش هيجي، فبصوا بقى عقبال ما باقي الناس يجوا انا هقرا شويه. اسكتوا شويه بقى وبطلوا هري، وبطلوا بقى اللي بتعملوه ده، ماشي؟ ماشي يلا ماشي اقري. ونبدأ الحكاية. كان يا مكان، كان في زمان مملكة كبيرة قوي، وجنبها كده كان في قرية صغيرة خالص. القرية دي كان كل أهلها بيتسموا بالجود والكرم الشديد، إلا شخص واحد بس. بالرغم إنه كان غني ومعاه فلوس كتير قوي، إلا إنه كان بخيل جدا جدا. بس أهل القرية ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن الموضوع ده، واللي كانوا شايفينه إنه راجل فقير ومحتاج، وكانوا بيعطفوا عليه دايما، يبعتوا له أكل وشرب كل يوم. الراجل ده كان غريب الأطوار حبتين. كان بيعمل إيه بقى؟ من الوقت للتاني بالليل كده كان بيتحرك قصاد بيته حركات مريبة وبحذر شديد. في يوم من الأيام دخل القرية دي فارس ضل الطريق وتاه، وأول بيت قبله في القرية دي كان بيت البخيل ده. البخيل شافه من بعيد، وأول ما قرب منه حس إنه هينزل من على الفرس، قام زعق فيه وقال له إيه رايح فين؟ أنا ما عنديش لا أكل ولا شرب ولا حتى راحة. روح لأي بيت في القرية هنا هتلاقي كل اللي أنت عايزه، إلا البيت بتاعي مفيهوش أي حاجة. الفارس بصله كده واستغرب قوي، مردش عليه وسابه ومشي وهو مستاء جدا ومذهول من اللي حصل، وقال لنفسه أكيد القرية دي كل أهلها بخلة قوي زي الراجل ده.
مفيش، ما كملش الكلمتين دول إلا ولقى واحد بيشاور له ويقرب منه ويطلب منه إنه يدخل بيته وبيرحب بيه كمان. دخل بيته وضيفه وأكرمه على الآخر. أهل القرية لما عرفوا إن في ضيف غريب في القرية قاموا معاه بواجب الضيافة لمدة 3 أيام. الفارس فضل شاغل تفكيره الموقف اللي حصل مع الراجل اللي قبله من يومين، فسأل أهل القرية عليه. قعدوا يضحكوا وقالوا له إنه راجل غريب الأطوار كده بس على قد حاله وبنساعده. الفارس سمع كده وشكرهم ووعدهم إنه هيجي يزورهم تاني وسابهم ومشي. وهو ماشي فضوله خلاه يعدي على بيت الراجل الغريب ده، ومقرب منه اتفاجئ إنه بيحفر في الأرض وبيخبي فلوس كتيرة قوي وبيردم عليها. الفارس استغرب قوي بس كمل طريقه ومشي عادي. تمر الأيام ويفاجئ أهل القرية بموكب كبير قوي من الفرسان شايل ومحمل هدايا كتيرة وثمينة. وظهر من بين الفرسان دول الفارس اللي كان ضيفهم في يوم من الأيام، وطلع إنه الأمير ابن الملك صاحب المملكة المجاورة ليهم، وقال لهم أنا جاي النهاردة عشان أشكركم وأرد لكم الجميل اللي عملتوه معايا، والهدايا دي كلها لكل أهل القرية ما عدا الراجل الوحيد الغريب البخيل ده. ومن اليوم ده محدش يساعده لأنه مش محتاج مساعدة أساساً، ده معاه فلوس كتير قوي وأنا شفته بعيني وهو بيخبيها تحت الأرض. وأشد عقاب ليه هو إنه ما يكونش ليه نصيب في أي حاجة من الهدايا دي كلها، وإنكم تتجاهلوه وتعتبروه مش موجود. ألا قلتلي بقى هما اللي جابوه؟ مش فاهم يعني هم مين؟ اللي جابوني رواد الفضا. مش قادر يا ابني تجيب الهدية في شنطة هدايا؟ لا لا لا، احنا واخدين على بعض عادي، هي مش بتفرق معاها الحاجات دي. واخدين على بعض؟ يعني أنا واخدة على أبويا وأمي وإخواتي فما أجيب لهم الهدية أقدمها لهم في كيس زبالة عادي يعني؟ وهو المرة الجاية يقدمها لها في ثابت الغسيل عادي برضو. بس يا رايا بقى، طب مش هناخد غطس جوه الكيس العظيم ده ونشوف الهدايا اللي انت جبتها لها؟ ورينا كده. واو، ميدالية، الله تحفة. الهدية الجميلة دي بمناسبة إيه بقى؟ ده عيد ميلادها النهارده والفالنتاين كان امبارح، وسبحان الله يصادف ان بكره عيد حبنا، اليوم اللي قلت لها فيه اني بحبها. كل المناسبات الهايلة دي جوه الميدالية التحفة دي، يا سلام. طب ليه يا ابني ما ضمتش عليهم بالمرة بقى العيد القومي للمرأة وعليهم كمان العيد العالمي للأخت الكبيرة؟ كانت هتبقى حلوة برضه. وعليهم كمان مناسبة زيادة من عندي ونروح كلنا نبدلهم من كافور بتلاجة هدية. بس خلاص بقى يا ريا، الواد هيشنق نفسه، خلاص هيشنق نفسه. انت شايفاه عامل ازاي؟ مش لاقيين حد غيري تقلشوا عليه النهارده يعني خلاص. انت مستفز قوي بصراحة، ايه اللي بتعمله ده؟ ما بتجيبش حاجة عدلة ليه؟ وايه اللي هو مجمع المناسبات دي كلها في هدية واحدة؟ ايه يا ابني انت عامل لها اوفر؟ ما انا بصراحة معيش فلوس. يا كابتن ما تستهبلش، انت كل ما بتجيلك فلوس بتروح تبعزق بقى وتطقم وتتشيك على الاخر، وما بتفكرش تفتكرها بحاجة معاك، وهي في كل مناسبة فاكراك بهدية محترمة. ده حتى يا اخي لما انت كسبت في المسابقة الشهر اللي فات جابت لك هدية رمزية عشان تفرحك، والجايزة المالية اللي جات لك رحت انت بعزقتها لبس لنفسك، ولما هي اترقت في شغلها انت ما فكرتش تجيب لها هدية ولو بسيطة عشان تفرحها. انا عمري ما كنت بخيل معاها، طول ما هي بتبقى معايا مستحيل اسمح لها تحط ايديها في شنطتها. بس الكرم يا ونس مش موقف واحد بس زي اللي بتحكيه ده، كرم حاجات كتيرة قوي. انا بحب عم دهب قوي. عم دهب مش بخيل، عم دهب حريص، وده عشان يعمل كيان لعيلته. انا عرفت المشكلة فين دلوقتي. المشكلة طلعت كل ده في عم دهب. انت حلو يا ونس، عم دهب هو اللي ناطي، عم دهب بيحب نفسه، عم دهب اناني، عم دهب كريم بس على نفسه وحريص قوي على غيره، عم دهب بيحب يدلع نفسه ويفرحها دايما ومش مهم غيره. انا هقوم امشي دلوقتي يتيمة بدل ما اخنق عم دهب ومش هتعرفوا تجيبوا غيره. كم مرة اتفرجت على فيلم رعب مكتوب في أوله إنه مقتبس عن قصة حقيقية وما صدقتش. معانا بقى اللي هيخليك تصدق إن القصص حقيقية وحصلت بالفعل. عشان تعرفوا كل قصة وراها إيه، اسمعوا برنامج حصل لنا الرعب مع ريم ماجد على برونتو FM. حصل لنا الرعب
مع ريم ماجد كل يوم سبت الساعة 9 مساء على برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. Pronto FM. Pronto FM صوتك سابق بخطوة. انتوا لسه بتسمعوا فاطمة بدران فاعمل الغلط على برونتو اف ام. ورجعت لكم تاني بعد الخروجة التحفة دي. الحقيقة ما عنديش كلام أقوله، بس عندي تفصيلة واحدة صغيرة كده. الراجل البخيل ده بيبقى نوعين. نوع كده بيبقى سمير أبو النيل قوي كده في نفسه، واللي هو أنا كده ولو مش عاجبك ما عنديش إلا كده. ونوع تاني اللي هو بيبقى شيك قوي، بس يعني دحلاب دحلاب كده، دحلاب دحلاب دحلاب. لما يحس إنك خدتي بالك وفهمتيه بيبقى طول الوقت شغال على حتة إنه يشيل الفكرة دي من دماغك خالص، ومركز قوي على الحتة دي دايما. وبعد الجواز يتصرف بطبيعته جدا وبمنتهى الأريحية كمان، وتبقى انتي ساعتها خلاص لبست في حيطة شيك قوي وكل الناس شايفة شياكتها، إلا انتي الوحيدة اللي بتبقي شايفة إنها مجوفة من جواها وملهاش أي 3 لازمة. مستنية رأيكم انتوا كمان في الموضوع ده وفي كل اللي حصل النهاردة. ودي للأسف كانت نهاية حلقتنا. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك وشير والكومنت مستنياه. كنت معاكم فاطمة بدران وبرنامج اعمل الغلط على برونتو اف ام. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم فاطمة بدران بالعربي والإنجليش، والإنستجرام وصفحتي على الفيسبوك بنفس الاسم. كل حلقات البرنامج القديمة والجديدة هتلاقوها بسهولة على هاشتاج اعمل الغلط. هسيبكم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله بنفس الميعاد على ألف خير. باي.